المعرض صار له فوق ال 35 سنة، 30 سنة أبوي طبعا هو اللي جمع المعرض التراث العظيم، وكان هو ابن القرية، يعني هو يجي من القرى وحوالي القرى اللي حوالي القامشلي، كان يدور ويجيب يحطن عنا هون بالبيت. توفى أبوي الله يرحمه، جبت أنا كمان أغراض وزودت عليه وسويت معرض كبير كويس ماشي حاله، يعني فوق ال 200 قطعانة. والتراث أنا حطيته هون مشان الجيل اللي هلا بنات وشباب يجوا يشوفوا التراث، شلون آبائنا كانوا يشتغلوا بالتراث، شلون كانوا يعيشوا فيه. والله اجوا الشباب كثير كانوا يسووا معارض، يجوا ياخذوا اغراض من عندي. مرة اخذ الأرمن اخذوا 100 قطعة من عندي، سووا معرض اسمه تعالوا نعيش ايام زمان. سووا معرض 3 أيام والناس صار اقبال كثير عليه. هاي اسمها الشتشوع، كان يجيبوا اللبن يحطوه فيه ويخضوه شي ساعة ساعتين ساعة ونص، يخضوه كويس هيك تطلع الزبدة أو السمنة العربية، كان يسموها السمنة العربية الأصيلة، كان يطلع منها ياكلوها السمنة العربية الأصيلة، كان ياكلوا منها هي مشان الزبدة. وهذا جلد غنم، كله جلد غنم. هذا كاميرا صار لها فوق ال 100 سنة. سابقا كان يصوروا بالكاميرات، كان يحطوه بالشوارع بدكاكين ما في، اسمها صورة على المي. كان في غطا يحطوه الفيلم يحطوه هون، والغطا مشان ما يحترق بالشمس. يسوي بده بوز، بده نص بوز، تعلى تنزل كيف هيك، تعلى تنزل شلون ما بده يصور بوز. في نص ساعة بربع ساعة كان يطلعوا له الصورة. أكثر شيء كان يسوي مشان المدارس، طلاب المدارس. أنا أول ما رحت على المدرسة صورت مو هالكاميرا، بس نفس هالكاميرا كان صورته فيها أول ما رحت على المدرسة.